السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض بصوا تنظيف للمكنسه، هنرجعها قوه الشفط بتاعتها زي ما تكون جديده بالظبط. انا كنت المكنسه بتاعتي شفتها بقى ضعيف جدا، وبقيت اقول هي ايه اللي جرالها، وانضف فيها ونفض برده الكيس. يعني مش هقول لكم مثلا كنت بسيب الكيس مليان، لحد لما في مره كده كنت قاعده على التليفون وشفت الباشمهندس محمد عبد الصمد والنصايح بتاعته، طبعا انا متبعاها في كل الاجهزه الكهربائيه. فلقيته بيتكلم في حوار المكنسه، فشدني بقى الموضوع. لقيت ان المكنسه دي يعني تقريبا هي اهم تنظيفه هي بتكون بتاعتها، هي بتبقى مرهقه شويه، ولكن في الاخر بتبقى يعني النتيجه ممتازه وملحوظه جدا جدا. فهو كان ربنا يا رب يبارك في عمره يا رب ويبارك له في اولاده، كان عمل التنظيف للمكنسه وشرحه في بوست يعني مفصل، وقال على كل اجزاء المكنسه والحاجات اللي هي الداخليه بتاعتها. فقلت ان انا اعمله، وهو الحمد لله يعني ان شاء الله هيطلعه لي على الصفحه بتاعته كنوع من الدعم ويعني تشجيع الناس اللي هي زي حالاتي كده المبتدئه دي. فربنا يبارك في عمره يا رب، وجزاه الله كل خير على كل خير بيعمله في الظاهر وفي الباطن. اللهم امين يا رب، يبارك له في اولاده. فان شاء الله ربنا يا رب يبارك له، وشكرا لكل متابعين باشمهندس عبد الصمد. بصوا يا جماعه، هو الفلتر اهم حاجه والكيس. طبعا الكيس ده لو طول ما هو مليان او فيه تراب بيخلي الموتور طبعا يسخن زياده، ويبقى قوه شفط الغساله قصدي المكنسه، اسفه، ضعيفه. فلازم ان احنا نمسكه وننضفه كويس جدا، ودي طريقه يعني سهله جدا في تنظيفه، ان انت بيبقى في ايدك بخاخ، لان هو طبعا التراب اللي بيبقى فيه بيبقى ناعم جدا. فلو انت عملتيه كده من غير ما ترشي عليه شويه ميه، هتلاقي التراب ده يعني استنشقتيه وملى المكان حواليكي. انا متعمده ان انا اعمله قدامكم بدون قط، يعني علشان تشوفوا ان الرخامه ما نزلش عليها تراب، ما اتبهدلتش، ما حصلش اي مشاكل. بصوا يا جماعه بينزل كل اللي فيه، وبقول لك تلحقي كده برشه ميه على الخفيف طبعا، بالبخاخ. طب ما هو الكيس هيتبل، ما احنا كده كده دلوقتي هنمسك الكيس ده بقى نحوله لفواحه دلوقتي. بس خلينا واحده واحده كده. مسكت بصوا نزلت منه كميه تراب قد ايه، وهنا كنت بوريكم بصوا حتى لو في تراب طلع فهو حاجه لا تذكر. خلاص كده فضيته بقى وربطت الكيس ده ورميته. وهنا بقى هنجيب بقى ميه نظيفه ونفضل بقى ننزل في التراب الناعم قوي اللي هو مالي الانسجه بتاعه الكيس. الكيس مش مجرد ان انت نفضتيه كده فهو نضف، لا خالص. ده الكيس ده يعني معمول فيه كده، يعني القماشه بتاعته فيها مسامات ضيقه، بتبقى معششه تراب، بتبقى مليانه تراب من جوه. انا مستخدمه ميه دافيه كده عشان اغسله بيها. بصوا من جوه بيبقى ملزق تراب ووبر، حاجات كتير جدا جدا. بسيبه منقوع كده شويه لما ينزل كل التراب، او التراب اللي فيه كله يحل منه. وبفضل بقى اغسله كده مره واثنين وثلاثه لحد لما هتشوفوا دلوقتي الميه بتاعته تبقى رايقه وزي الفل. كده انت يعني كنسك هيبقى متعه بالنسبه لك. لما تيجي تكنسي هتحسي بمتعه وانت بتكنسي، طول ما الفلتر نظيف والكيس طبعا اهم حاجه. بدات بقى طبعا تنظيف الجزء الخارجي للمكنسه، ده سهل جدا وكده كده اكيد كلنا بنعمله. يعني ما تسيبيش المكنسه بتاعتك لمجرد ان هي اسمها مكنسه كهربائيه وبتكنس تراب، ان هي الجسم الخارجي بتاعها يبقى متبهدل كده ومليان تراب من الاطراف ومن الجوانب ومن ورا العجل والكلام ده كله. ببخاخ برده، البخاخ ده برده للعلم هو فيه شويه ميه ونقطتين يعني مسحوق اللي هو بتاع الاطباق خفيف قوي، وشويه كلور، لا اكتر ولا اقل. ومش مضر الكلور، بالعكس ده هو بينظف وبيخلي الحاجه نظيفه وزي الفل. هرش بقى كده كله. كده ضمننا بقى ان جسم المكنسه كله بقى نظيف مفيش اي تراب فيه. ونيجي بقى هنا على الفلتر اللي هو بيبقى ما بين الموتور وما بين كيس التراب. الفلتر ده برده من الحاجات اللي بتطلع ريحه مش مستحبه، لو هو مليان تراب بتملى البيت تراب كده وتبقى خانقاه. وكمان انت بقى ممكن تغسليه غسله كويسه وترشي عليه معطر، او نقطتين زيت عطري كده عليه، وتركبيه بعدها. بيخلي البيت بقى مع الشفط والهواء الساخن اللي بيبقى طالع من المكنسه بيعمل ريحه حلوه جدا جدا في البيت. فاحنا بناخده، بس اهم حاجه بس هو عشان القماشه بتاعته كده زي الفل كده او زي الفايبر، فما تشديش منها او ما تنسليش منها التراب كده او الوبر، لا انت تاخديه تحت الحنفيه كويس وتشطفيه، او زي ما انا بعمل كده في قلب الكيس حطيت شويه بقى اوكسي، او مثلا يعني اي مسحوق انت بتستخدميه. يفضل طبعا مسحوق جل لان ريحته بتكون اقوى. وبنفضل برده نغسله مره واثنين وثلاثه، والفلتر كذلك، لحد لما الميه دي تبقى بيضه تاني زي الفل. هنا بقى القطعه دي بصوا هوريكم بقى فيها مسامير قد ايه سهله الفك. هم أربع مسامير، بس أنا عندي مسمارين طبعا للأسف يعني كانوا مصديين، ومش عارفة السبب، لأن أنا كنت القطعة دي بتاعت مكنسة قديمة. القطعة اللي هي المشط بتاع المكنسة دي كان بتاع مكنسة قديمة جدا كانت عندي، لأن مشط المكنسة دي اتكسر. فبحاول كده ان انا افتح الاربع مسامير اللي انا بعرف افتحهم، وببدا اطلع اي وبر بيكون وراهم، لان بصوا المسمارين دول مصديين. لكن انت لو عندك المسامير دي بتتفتح فافتحيها بقى وهتتفاجئي من الوبر اللي هتلاقيه وراها. عارفين الوبر بتاع السجاد بيبقى ملزق كله جنب بعضه وعامل زي طبقه كبيره جدا ورا الجزء الستانلس ده او المعدن ده. فانا بحاول على قد ما اقدر بفك الاربع مسامير دول، بوسع كده مكان اطلع من وراهم، وامسك بقى عصايه الشيش طاووق او مثلا اي حاجه رفيعه معاكي كده، وتبداي ان انت تنضفي فيها.
نيجي بقى للخرطوم والماسوره، باخدهم كده على الحوض او على البانيو. طبعا الجسم الخارجي كده كده غسله سهل وما بيبقاش مؤثر في نظافه المكنسه، هو شكلا بيكون حاجه مريحه نفسيا ان المكنسه تكون نظيفه من بره، لكن بالنسبه لقوه الشفط هو كلها معتمده على الاجزاء الداخليه. هنا كده بفضل ادخل ميه جوه الخرطوم كده زي ما انتم شايفين، وافضل بقى يعني ارج يمين وشمال لحد لما ينزل كل الميه دي، والميه بتاعته تبدا تبقى رايقه، يعني زي ما بنعمل برده في الكيس. اهم حاجه ان الميه بتاعته تروق تماما. بصوا بينزل بقى ايه، فتافيت وتراب، حاجات بتبقى مركنه طبعا في الايه، في التنايات بتاعه الخرطوم. فانا كده بصوا غسلته خليته زي الفل، وبدعك بقى الاجزاء اللي هي اللي مطرح اليد، مطرح ما بنبقى اللي هي بتاعه قفله المكنسه، وخلاص على كده. باخد بقى كل الاجزاء دي، بتاكد كويس جدا ان هي هتنشف كويس قبل ما اركبها في المكنسه. وزي ما قلت لكم الفلتر ده تحطي عليه زيت عطري هيقلب لك ريحه البيت وهيبقى ريحته حلوه جدا. وكل الحاجات دي اول ما تنشف هركبها بقى جوه المكنسه. يا رب اكون افدتكم النهارده ولو بجزء بسيط. اتمنى تشيروا الفيديو وتشتركوا في القناه، واشوفكم على خير ان شاء الله، ومع السلامه.